السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي معانا النهارده فيه وصفتين، هنعمل مع بعض الرز المعمر او الرز الفلاحي ونشوي السمك مع بعض. نسمي الله ونشوف الوصفة الأولى. أول حاجة مقدار الرز في الصينية، بصي قد عقلة الصوبع، بيكون العقلة الأولانية دي يكون رز، باقي الصينية الفارغ بتاع الصينية بيكون اللبن وعليه المية. عشان رزك يطلع مظبوط اعملي المقدار زي ما انا وريتك بصبع كده، نديله غسلة محترمة ونحط عليه الملح ونشوف هنحط اللبن ازاي. التركية اللي جايه بتاعت اللبن دي، يا ريتك تغلي اللبن قبل ما تنزلي بيه على الرز. اما تغليه بيساعد من الرز ما ياخدش سوا كتير. خلاص اللبن مغلي فبالتالي بيغلي بسرعة، فبيستوي بسرعة وبيكون سواه مظبوط. بحط باقي الكمية مية وبحطه في الفرن، بشغل الفرن وبشغل الشواية. انا النهاردة شغالة في الفرن بتاع البوتاجاز. ما شاء الله ده بالظبط كان اخد تلت ساعة. بعد تلت ساعة لو انت حابة تحطي، ده اختياري يا جماعة، مادة دهنية زي الزيت او السمنة او الزبدة اللي انت حباه، دي براحتك. انا هنا هحط معلقتين سمنة، مش هحط كتير لان اللبن ما شاء الله بخيره فدسم جدا يعني كمان. تمام كده انا حطيت معلقتين بالظبط، وده اختياري، عايز حابة تحطي براحتك، مش حباه براحتك. بحط له المادة الدهنية بتاعته وبسيبه كمان 10 دقايق او ربع ساعة. هديت عليه النار بعد ما حطيت له السمنة، وبعدها بربع ساعة كان بالشكل ده. ما شاء الله شايفين، عشان مقدار الرز فيه مظبوط ومقدار المية واللبن، فهو طلع ما شاء الله مظبوط جدا كمان. تمام كده. نشوف بقى الوصفة اللي معانا التانية. الوصفة التانية اللي هي نشوي السمك مع بعض. اول حاجة في شوي السمك ان احنا نغسل السمك كويس، واول الغسيل بيبدأ من الخياشيم. السمك يا جماعة ما بتحطش عليه خل، تغسليه بمية ودقيق وليمون، اي حاجة غير الخل. الخل بيهري السمك، الخل بيهري السمك يا جماعة. نعمل التمليحة، معنا ليمون، معنا ملح، معنا توم، معنا شطة، معنا كمون. الحاجات دي كلها بفرمها في الخلاط وبحطها على السمك. بسخن الفرن وبحط على السمك الكفر بتاعه اللي هو الردة او النخالة بتاعت الدقيق، بس لازم الفرن يكون حامي جدا. اول ما بحط السمك فيه بهدي النار. ليه بقى؟ عشان السمك يستوي من جوه. وطبعا على حسب حجم السمكة، على حسب ما بتاخد في الفرن. يعني لو السمك كبير بياخد نار كتير، لو السمك متوسط بياخد مدة أقل، وصغير بالتالي كمثل برضه. تمام كده. بقلبه على الناحية التانية على ما بياخد لون. طبعا أنا مهدية النار عليه خالص، الفرن خالص، عشان يستوي كويس. هو كده أخد معايا بالظبط ربع ساعة في الفرن. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناة، وحطوا اللايك، حطوا لايك يا جماعة. ان شاء الله ده بعد ربع ساعة هطلعه. خلاص انا طلعته. هنزل بقى عليه وهو سخن زي ما هو كده بالتمليحة بتاعته اللي احنا عملناها مع بعض. انا ظابطه ملحها والكمون والحاجات اللي انا حطيتها عليها قدامكم وفرمتها في الخلاط. عندك المطحنة عادي، وتقدري تعمليها بايدك برضو يدوي في الهون، دي براحتك. بعد ما حطيت عليه التملحة بتاعته، انا مش بسيبه في المية دي، لان لو سبته في المية يعني بيكون دايب، فانا مش عايزاه كده. بنقله في مكان تاني، بحطه في مصفى عشان يصفي ميته. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله حلو جدا. هنقل الكمية كلها. ما شاء الله كده خلصته. وده كان غدانا النهارده. ادي السمك اللي عملناه مع بعض، وادي الرز والسلطة، وطبعا غسلنا الخضار. في حاجة تانية ناقصة انا عملتها بس ما جبتهاش. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناة، ودعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ايه رأيكم في غدانا بقى النهارده؟ وصفتين فلاحي فلاحي يعني. ما شاء الله. شايفين؟ مفيش احسن من حاجة تعملها بايدك في بيتك.
ايه رايكم بقى في غدانا النهارده؟ يلا اشوف الشوك على خير، فيديو جديد. ويا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناه، ودعوه حلوه من قلوبكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. واشوف الشوك على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.